عارف لما يكون عندك قدرات وطموحات وأفكار وطبعك في الحقيقة إنسان مش كسول، وعايز تعمل حاجات كتير، بس مش قادر. الحزن والمشاكل ضاغطين عليك بدرجة كبيرة، بتمنعك تكون منتج بأي شكل. وشايف نفسك بتغرق ومتكتف، خطواتك مشلولة وتقيلة، وحاسس بالذنب لأنك مش بتعمل اللي عليك. وتلوم نفسك وتنهار وبس، ومش عارف ايه اللي بيحصلك. وانت في مشوار حياتك والدنيا بتخبط فيك يمين وشمال، هتتعلم حاجات كتير قوي. هتتعلم ان مش كل حاجة حلوة بتفضل حلوة، ولا كل حاجة وحشة مهما طولت بتستمر على طول. هتتعلم ان في ناس هتكون مراحل في حياتك، هتيجي الحكمة من ربنا وهتمشي. في منهم اللي هيختفي من حياتك وتفكيرك زي ما جه زي ما راح، وفي منهم اللي هيسيب أثر جواك وهيعلمك وهيفتح عينك على اللي جاي في حياتك. هتتعلم مين اللي تميل عليه وتبكي على كتفه، وهتتعلم برضه إن ساعات لازم تمسح دموعك بإيدك انت وبس وتقوم تاني. هتتعلم تحب وهتتعلم تفارق وتفقد جزء من روحك وتكمل في طريقك. وهتشوف الدنيا وهي بتدور، بس الدنيا هتعلمك أهم شيء، وهو إن الشيء الوحيد والأكيد إن مفيش حل بيدوم. ياما عدينا بمشاكل وهموم كتيرة واتعودنا عليها، مش حاجة لسه جديدة، بس احنا بقينا بنتعمد نتجاهل وجعنا ومشاكلنا. بقينا بنتعمد نعمل نفسنا مش واخدين بالنا منها. بقينا نتعمد ما نركز عشان ما نتعبش ونتخنق زيادة. لازم نعدي، لازم نفوت. وصلنا لمرحلة من الضعف والانكسار ووجع القلب، مخليانا ما بقناش حتى قادرين نعاتب، ما بقناش قادرين نتناقش. بنسلم بالأمر والواقع وخلاص، حتى لو الأمر الواقع ده مش عاجبنا ولا راضيين عنه. بس خلاص، طاقتنا خلصت، حنا اتهد، قوتنا ضعفت، قلبنا وصل لمنتهاه من الوجع والانكسار والضعف. ياما حلمنا وياما تمنينا حاجات وعشنا نحلم بيها وما حصلتش، كانت مجرد أحلام وبس في خيالنا، مش أكتر من كده. بقينا عاملين زي المرضى النفسيين، عندنا شيزوفرينيا، حالنا بيتغير في لحظات. في لحظة طايرين من الفرح، وفي لحظة تانية الحزن قتلنا وفي قمة الاكتئاب والوجع. وده تقريبا حال كل الناس الموجوعة، الناس اللي اتحملت كتير وشالت فوق طاقتها، الناس اللي صبرت وداست على نفسها ووجعها عشان الدنيا تمشي والحياة تكمل. وللأسف في الآخر بيلاقوا نفسهم خسرانين كل شيء، خسرانين شبابهم وطاقتهم وفرحتهم، خسرانين حياتهم وراحتهم وعمرهم، خسرانين نفسهم. وقتها بس بيرجعوا يفوقوا ينتبهوا، لكن بعد ايه؟ بعد فوات الأوان للأسف. ياه، بجد لو الزمن يرجع، يعني لو رجع بيك الزمن كنت هتعمل ايه؟ هعمل كل حاجة عرفتها وفهمتها متأخر. وانت فهمت ايه متأخر بقى؟ فهمت ان في ناس كبرهم كانوا يفضلوا شايفينك من بعيد وما يستاهلوش شرف
مش تخليهم يدخلوا حياتك. فهمت إن في ناس معرفتها هتاخد منك ومن قيمتك وروحك، وعمرها ما هتسندك ولا هتنفعك. فهمت إن اختياراتك المتسرعة اللي ما حكمتش فيها عقلك وغلبتك العاطفة ممكن يتبني عليها عمرك اللي جاي كله، وتعيش طول الوقت بتدفع تمنها. طيب ما احنا فيها، طبق اللي فهمته ده دلوقتي. هتخسر ايه؟ ما انا قلتلك الوقت اتأخر، وانا حقيقي فعلا خسرت طاقتي ومجهودي، خسرت عمر ووقت ضاع مع ناس ما تستاهلش، خسرت نفسي في وسط ناس وحياة ووضع غلط. بس مفيش حاجة تجبرك تكمل كده، ما تشتري روحك وتمشي. امشي؟ يا ريتها سهلة كده، ما كانش حد غلب. انا هقولك على حاجة، عارف اما تغرز رجلك وما تعرفش تحركها وتحس انك متكتف؟ اهو ده اللي انا عايشه. ساعات اختياراتك وقراراتك اللي انت اخدتها بتجبرك تعيش حياة بشكل معين، وظروف خارجة عن ارادتك بتبقى خلاص اتربطت في ناس في رقبتك، واتربطت بمكان ووضع عايش فيه، وبقى الموضوع اكبر من انك تسيبه وتمشي. عشان لو عملت كده ساعتها فعلا هتبقى في نظر الكل انت الغلطان، ومفيش حاجة للأسف هتشفعلك مهما كانت مبرراتك وأسبابك. وانت في مشوار حياتك والدنيا بتخبط فيك يمين وشمال، هتتعلم حاجات كتير قوي. هتتعلم ان مش كل حاجة حلوة بتفضل حلوة، ولا كل حاجة وحشة مهما طولت بتستمر على طول. هتتعلم ان في ناس هتكون مراحل في حياتك، هتيجي الحكمة من ربنا وهتمشي. في منهم اللي هيختفي من حياتك وتفكيرك زي ما جه زي ما راح، وفي منهم اللي هيسيب أثر جواك وهيعلمك وهيفتح عينك على اللي جاي في حياتك. هتتعلم مين اللي تميل عليه وتبكي على كتفه، وهتتعلم برضو إن ساعات لازم تمسح دموعك بإيدك انت وبس وتقوم تاني. هتتعلم تحب وهتتعلم تفارق وتفقد جزء من روحك وتكمل في طريقك. وهتشوف الدنيا وهي بتدور، بس الدنيا هتعلمك أهم شيء، وهو إن الشيء الوحيد والأكيد إن مفيش حال بيدوم.